السلام عليكم، مرحبا بالجميع. جينا اليوم باه نتعلموا كيفاش نركبوا الخيوط لآلة سرفلة كبرى SH4 باه كل وحدة إذا تشراها تركب الخيوط وحدها وبسهولة. وقبل ذلك نعملوا شوية تعديلات باه تسهل علينا الخطوات، اللي هما ننزعوا هذا الحامل الحديدي نضعوه في الجهة اليمنى، نهبطوا إلى الأسفل اللي هو كاش بوكلور أو بيان لو كابو، هذا خاصنا نفتحوه. كيفاش نديرو؟ نجبدو للجهة اليمنى، نسحبوا للجهة اليمنى ونهبط للأسفل يتفتح. نروحوا درك لهذه القطعة الحديدية. كيفاش نفتحها؟ نهبط، كاين واحد البوطون نضغط عليه من الأعلى إلى الأسفل راح تتفتح لي وحدها فاسيلمون. ها هو وين البوطون واضح. الآن الرجل الضاغطة يلزمني ننزعها. كيفاش ننزعها؟ نروح لهذاك البوطون من الجهة العلوية ونهزو، خلاص يعني نضغطوا للجهة العلوية باهي تنزع لي هذا الجزء تاع الرجل الضاغطة، نحطه من الخلف ونخليه. من بعد لما نوصلوا المرحلة راح نزيد نفتح هذه، دركا ما نسحقهاش الآن. نبدو الآن في الخطوة تاعنا ونركبوا الخيوط. نروحوا على مستوى حامل الخيوط تاعي ونوضع الكبات تاع الخيط. هنا اخترت لكم ألوان مختلفة باه تسهل عليكم الخطوات، نتوما بيان سور اعملوا لون موحد. دركا أخواتي كل خيط راح نفوتوه على الحامل الخيط. هنا باستعمال هذا الملقط راح نفوت في الثقب الصغير الموجود على الحامل ونعاود نفوت في الثقب الكبير. تقدروا تفوتوا على الثقب الكبير فقط، لكم الاختيار. من بعد راح نروحوا للحامل رقم 2 اللي فيه 4 ثقب ونعاود نفوتوا في الثقب هذاك. دونك كل خيط راح يفوت في الثقب في الاعلى تاعو، يعني بالترتيب. نفس الشيء مع باقي الخيوط. هنا راح نشكل لكم ولا نوري لكم الخيط الاصفر اللي هو رقم 2، ونفس الشيء بالنسبه للباقي. هنا نعاود نفوت في الحامل الثاني اللي هو الحديدي هذا، نكمل نفس الشيء بالنسبة لباقي الخيوط كما قلت لكم. وراح نروح ونبداو مع الخيط الأول اللي هو الخيط الأبيض. دائما باستعمال الملقط نهز الخيط تاعي من الحاشية ولا من الحافة، نروحوا لهذيك القطعة الحديدية فيها 4 ثقب. دائما الخيط الأبيض ولا الأول راح يفوت مع الثقب ولا الثقب رقم 1. نروح دركا مع كتلة الشد ولا تونسيون فيها ثقبتين. الثقب الأول من بعد يفوت في التونسيون بين لي ديسك، من بعد يفوت في الثقب الثاني. كل خيط يفوت مع كتلة الشد تاعو ولا التونسيون تاعو. دركا الخيط تاعي هنا راح نضغطه بين لي ديسك. في هذه المرحلة تتأكدوا جيدا انه الخيط تخليك مبيان، لانه اذا يكون مشو في بلاستو من بعد راح يشكل لنا مشكلة في الخياطة. نروحوا دركا للثقب الثاني نفوتوا عليه باه يتثبت لنا بيان الخيط وما يتنزعش. بهذا الشكل نفوت فيه عادي، يعني تبان لكم معقدة وهي راهي سهلة جدا. نهبطوا شوية الآن للأسفل. هنا كملاحظة قلت لكم هذاك الحامل الحديدي حطوه في اليمين، بصحي في هذا المرحلة فقط نبعدوا هكا باه نفوت ومن بعد نعاود نرجعوا لبلاصتو. راح نفوت في الثقب الحديدي رقم 1، نفوت من الأعلى نهبط للجهة السفلية، نرجع هذيك القطعة الحديدية كما قلت لكم ونهبط للجهة السفلية. هنا كي تشوفوا ياسر ثقب راح تتخلط عليكم، اختاروا دائما الثقب السفلي، دائما الثقب السفلي ولا من جهة اليسار، لأنه هذا الخيط الأبيض يخدم لينا مع لو بوكلور انفيريور، يعني لو كروشي السفلي مش العلوي. دركا نروح واحدة واحدة. هنا الثقب الأول هذا نفوت فيه. هنا راني خليتها وحده وحده باه كامل تفهموا عليا والصوره راهي اوضح بكثير من شرحي. نروح الان كاين ثقبتين، قلنا دائما نختاروا الثقب السفلي، حطوها مليح في روسكم باه تفهموها جيدا. ننزع دركا الخيط بهذا الشكل. كاين هذيك القطعه الحديديه فيها ثقبتين، واحده على اليمين وواحده على اليسار، نختار تاع اليسار. من هنا بهذا الشكل اللي تبان لكم صعيبة كما قلت صحي راهي سهلة. الآن راهي وضحت لكم ها هما ثقب اللي وضعنا فيهم 1 2 3. مازالونا الآن خطوتين باه نوضعوهم في الكروشيه. ها هما وين الثقب، نظن راهي باينة. نوضعوها بهذا الشكل ونزيدو نطلعو للجهة العلوية. ها هيك وين مقابلة ليها وبنفس الشكل تاعها نفوت فيها بهذا الشكل. يعني تبعوا فقط ثم راهو يبان لكم في الجيد كلش.
هاهو. نروحوا الآن للخيط هذا، خصنا دركا نفوتوه من الجهة الأخرى، لأنه لو كروشي فيه ثقب يتركب غير من الجهة هذه، نفوتوا به، احكموه فقط بالملقط وفوتوه بهذا الشكل. دركا كي ندور لكم لو كروشي تروحوا تشوفوه جيدا، وعليه قلت لكم خاصنا نفوتوا الخيط من الجهة الأخرى. ها هو وين كي ندوروا باستعمال العجلة، ندور بهذا الشكل. ها هو وين لو كروشي راح يبان لكم. نبدل اتجاه الكاميرا باه تجيكم واضحه. ها هو وين لو كروشي اللي نحكي لكم عليه، فيه ثقب يلزمنا ندخلوه من الجهه الخلفيه. ها هو وين كي ندور يبان بهذا الشكل. نحكموا الخيط تاعنا ندخلوه من الجهه الخلفيه. شوفوا رحت من هيه وراح نفوت في الثقب تاع لو كروشي، او فيه ثقب واحد فقط. تقريبا هذا اصعب خيط كي تتعلموه سي بون. ها هو وين. فوالا. دركا اخواتي واش نديروا للخيط هذا، خاصنا نرجعوه للجهه الاخرى. نحكموا بالملقط بهذا الشكل ونعاود نفوتوه باه نضعوه في الثقب تاع لو كروشي الحقيقي. دركا هذا اللي وضعناه دركا راهو ثقب الخلفي، بصح دركا راح نضعوه في العين تاع لو كروشي قد. ها هو وين. نرجعوا دركا من الجهه الاخرى ونخرجوا لو كروشي تاعنا. ها هو وين. ها هو واضح لكم. نوضعوها بهذا الشكل ونحكم الخيط نفوتو من الجهة الخلفية بهذا الشكل. نكونوا ثبتنا الخيط رقم 1 اللي هو اللون الأبيض وأصعب خيط، يعني كي تتعلموا هذا سي بون. نروحوا الآن للخيط رقم 2 وهو اللون الأصفر، الكبة الثانية. نفوتوا في الحامل الحديدي بنفس الطريقة. تقريبا هذوما الخطوات اللي شفناهم مع الخيط الأبيض. نفوتوا في التونسيون رقم 2 دائما من الثقب الأول، ونعاودوا نفوتوهم في اليديسك. تأكدوا فقط أنه موجود بيان في اليديسك، يعني موضوع بشكل صحيح ومضغوط عليه. ونروحوا للجزء السفلي ولا هذيك الثقبة السفلية، نعاودوا نفوتوا عليها بنفس الشكل. يعني تقريبا الخطوات راح تبقى تتعاود، تبدلوا فقط في الجزء السفلي شوية. يعني هذا عنده كروشيه، اللون الأبيض عنده كروشيه والأصفر عنده كروشيه. ها هو وين. سي بون. نروحوا دركا للجزء السفلي، هذيك الثقبة الثانية اللي خليناها نعاود نجبد هذا الحامل ونفوت في الثقب رقم 2 اللي هو مختص بالخيط رقم 2. ها نوضحها بهذا الشكل شوية بشوية حتى تهبط لي من الأسفل. دركا أخواتي كي نهبطوا من الأسفل، الثقب اللي ما زالت لنا راهي تاع اللون الأصفر. قبيلة خدمنا كعبات باللون الأبيض، دركا اللي بقولنا راهم تاع اللون الأصفر ولا الخيط رقم 2. ها هما يكونوا واضحين ديجا. هذه الثقبة الأخرى ها هي وين. دركا راح نروحوا للجهة نطلعوا شوية ونشوفوا أيضا ثقبتين واحد أخرين. ها هم الأولى ونزيدوا الثانية. هذا أسهل خيط ممكن تشوفوها. ها اطلعوا واحدة واحدة فقط وجبدوا الخيط. دركا راح نضعوها في العين تاع الكروشيه. العين تاع الكروشيه ها هي وين. نضعوها هنا. شوفوا الكروشيه تاعي ها هو وين. هذا الكروشيه العلوي لو بوكلور سوبيريور، هذا هو اللي يخدم لنا مع الخيط رقم 2. ها هو وين. فيه عين قبل ما نوصلوا للثقب تاعو. شوف ها نوضعوا دركا الخيط تاعنا نوضعوه فقط هنا، دوك يخرج لنا من الجهة الأخرى. شوف الخطوة الأخيرة مع هذا الخيط أنه نهزوا الخيط تاعنا ونوضعوه في الثقب تاع لو كروشيه وإلا تاع البوكلور. ها نوضعوه لداخل ونفوتوا الخيط إلى الجهة الخلفية، وبهذا الشكل نكونوا كملنا الخيط. ها هو وين كيفاش نفوتوا. نحكم برك الخيط ونفوتوا لهيه هكا نكونوا كملنا تركيب الخيط رقم 2. وبعد ما نركبوا هذا الخيطين خاصنا نغلقوا هذوما لي بارتي باه ما يبقوش يقلقونا. نقفل هذا القطعة الحديدية، دائما نضغط على هذاك الزر بوش ونغلق، والجهة الأخرى نقفل لو كاش بوكلور ونروحوا نفتحوا هذه. أما القطعة هذيك اللي نزعتها راني خليتها مفتوحة، يعني ما غلقتهاش خلاص، خلوها مفتوحة. ونروحوا الآن للخيط الأزرق ومن بعد الخيط الوردي. دركا حبيباتي راح نروحوا بنفس الخطوات. الخيط الأزرق دائما نفوت به في الثقب رقم 3 والتونسيون رقم 3. هكا راكم تعودتوا
هذه رقم 3. نفوت في التونسيون. دائما الخيط تأكدوا انه بين لي ديسك. دركا هذا الخيط الازرق والوردي يخدم لنا مع الجزء العلوي فقط لآلة السرفلة. ها هي وين راح نفوت. كاين هنا واحد القطعة الحديدية فيها 3 ثقب. راح نفوت في الثقب الاول. هنا انتم احرار، كاين اللي يحب يركبوا في الثقب اللي منا ولا انتم تختاروا. دركا نروح لهذا القطعتين. شوفوا الحامل هذاك اللي خارج ما تركبوش فيه، كاين ثقبتين ثابتين، هذوكم هما اللي راح يفوت فيهم الخيط الازرق والا الخيط رقم 3. ها الثقب هذه والثقب هذه يفوت بهذا الشكل. دركا كاين واحد الحامل اللي هي ما راكمش راح تتولهولو. ها هو وين فوق الابره. راح نروح دائما في الجهه اليمنى، ندخل الخيط بشويه ونجبدو بالعقل هكا 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 حتى يخرج لي الخيط تاعي. ها هو وين الخيط. دركا بقوا لينا مرحلتين ونكملوا هذا الخيط. شفتوا هذا الحامل تاع الابره اخواتي؟ هذا الحامل خصنا نفوتوا فيه من الجهه العلويه. واش معناتها؟ نهزوا الخيط تاعنا ونروحوا لهذيك الفتحه ونفوتوا للجهه اليمنى. ناكدوا ونعاودوا نفوتوا للجهه اليمنى. نحطوا الخيط الان بهذوك القطعتين الحديديتين. هنا راهم كاين دو زابليك، خصوا الخيط يفوت بيناتهم باه تتاكدوا انه الخدمه تاعكم صحيحه. دركا كخطوه نهائيه نحط الخيط تاعي في الابره من الجهه اليمنى. الابره من الجهه اليمنى. نوضع الخيط تاعي ونجبده من الجهه الاخرى، وبهذا الشكل كملت الخيط الازرق. نروح الان للخيط الوردي نفس الطريقه، اللي هو اخر خيط يفوت في اخر ثقب في اخر طونسيون، ولي بارتي اللي بقوا راهم تاعو. دركا ها هو وين. هذوما اسهل بياسر من الابيض والاصفر، بصح راهي سهله خلاص يتحبوا تشروها. يعني من اسهل ما يكون انكم تركبوا الخيوط وحدكم. نفوت بين لي ديسك، تاكدوا 100% انه الخيط بين لي ديسك. نروحوا الان للجهه الاخرى ونفس الطريقه. هنا تختاروا الثقب الثاني ولا الثالث، لكم الاختيار. انا راح ندير في الثقب رقم 3. تسمى مشي قاعده الثالث ولا الثاني نورمال. نروحوا دركا. شفتوا هذيك القطعه اللي خليناها قبيله قلت لكم ما تفوتوش فيها الخيط الازرق؟ ها هي وين كي نحرك العجله تبان فيها ثقب. ها هو وين واضح. راح نفوت فيه الخيط. ان شاء الله برك تكون واضحه لكم باه كلها تفهموا. نفوت دركا الخيط، نسقموا فقط بهذا الشكل ونروحوا للحامل هذاك من الجهة العلوية. بقت لنا الثقب من الجهة اليسرى، راح نوضع فيه الخيط ونسحبه بهذا الشكل. من بعد على مستوى هذاك الحامل اللي فوق الإبرة تاعي نعاود ندخل في نفس الثقب تاع الخيط الأزرق، ولكن نروح من الجهة اليسرى. يعني الخيط الأزرق خاص بالجهة اليمنى، والخيط الوردي ولا الخيط رقم 4 خاص بالجهة اليسرى. ولازمنا نتأكدوا باللي الخيط تاعنا دخل بين هذوك لي دو بلاك ميتاليك ومشدود بشكل جيد. خطوة نهائية ونكملوا نوضعوا الخيط تاعنا داخل الإبرة من الجهة اليسرى. بهذا الشكل نكون كملنا تركيب الخيوط بطريقة سهلة وبسيطة للجميع. نغلق الآن هذا الجزء العلوي. أما هذيك القطعة الحديدية باه نرجعها لبلاصتها نعاود نهز هذاك الجزء من الأعلى نهزو خلاه ونعاود نفكسها فقط من الأسفل. نشغل الآن الموتور تاعي كيفاه نشوفوها ولا نعرفوها مشات. نروحوا للموتور من الجهة السفلية ونضغطوا عليه بعد توصيلها بالكهرباء. طبعا كي يخرجوا لنا هذه الأرقام ديجا الماشينة تاعنا راهي تمشي. نروحوا الآن نجربوها مع بعضنا. ها هي وين آلة السرفلة. بالنسبة للإضاءة راهي اختيارية، تحبوا تشغلوا تحبوا تطفوا. حضرت هنا قطعة من القماش باه نخدموا عليها. الرجل الضاغطة باه تطلع وتهبط يلزمكم تعفسوا على البيدال من الأسفل كما موضحة في الصورة اللي باللون الأبيض من الجهة اليمنى، هذاك يطلع ويهبط الرجل الضاغطة. أما البيدال باللون الأزرق راهو يمشي لنا الماشينة، كي تضغطوا عليه تمشي لكم بهذا الشكل. دركا البقايا تاع القماش طيح لنا في هذا لابوبال اكرمكم الله وتهبط لتحت، وهذا هو النتيجه تاع لو سورجي تاعنا. خرجت رائعه. ها هي وين كما تشوفوا من اروع ما يكون. متاكده انكم راح تقولوا لي حابين نسمعوا الماشينه، لذلك عملت لكم هذا المقطع. الموتور تاعها راهو صامت يعني مش قوية ياسر. هذا هو صوت آلة الخياطة. إلى هنا حبيباتي الكريمات نكون وصلت معكم إلى النهاية. دمتم أوفياء والسلام.